ما رأيك لو أخبرتك أن هناك عادة سرية يمكنك ممارستها كل يوم، وهذه العادة تملك القدرة على إعادة برمجة دماغك وتمهيد طريق النجاح أمامك؟ عادة قد تبدو بسيطة، لكن تأثيرها قد يغير حياتك بطريقة لم تكن تتخيلها. مرحبا بكم في قناة رشد. إن كانت هذه زيارتك الأولى، فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، لأن القادم ليس كلاما يقال، القادم قد يكون بداية حقيقية لتغيير حياتك إلى الأبد. لا شك أنك الآن تسأل نفسك: ما هي هذه العادة السحرية؟ وقبل أن تذهب أفكارك نحو أمور معقدة أو طرق سريعة للحلول، دعني أقول لك: الأمر ليس خدعة، ولا يتطلب شراء دورات باهظة أو اتباع نظريات معقدة. أقوى عادات يمكنك اكتسابها ببساطة التفكير اليومي. أعلم قد تبدو لك عادة بسيطة جدا، لكن تمهل قليلا. فكرة التفكير اليومي ليست مجرد مراجعة لأحداث يومك وانتهى الأمر، بل هي مساحة تمنحها لنفسك تتوقف فيها تتعلم وتنمو. وحين تتحول هذه المساحة إلى عادة يومية، فإن عقلك يبدأ في التغير فعلا. كيف يحدث ذلك؟ دعني أشرح لك ببساطة. العقل مثل العضلة، كلما دربته اشتد وقوي. وحين تمنح نفسك 10 دقائق فقط كل يوم لتفكر، سواء بالكتابة أو التأمل أو حتى بهدوء تام، فأنت تدرب عقلك على نمط جديد من التفكير. تقوي المسارات الإيجابية وتضعف السلبية. تخيل مثلا أنك عدت من يوم صعب، بدلا من الانغماس في وسائل التواصل، خذ 10 دقائق واسأل نفسك: ما الذي حدث وكان جيدا؟ كيف كان يمكنني التصرف بطريقة أفضل؟ ماذا تعلمت اليوم؟ هذه الأسئلة البسيطة تساعدك على فهم مشاعرك وسلوكك، وفي الوقت ذاته تعيد تشكيل الوصلات العصبية داخل دماغك لتصبح أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة. هل هذا سحر؟ لا، بل علم. فالدماغ بطبعه يفضل تكرار الأنماط المألوفة، ومع التكرار تقوى الروابط بين الخلايا العصبية، فيصبح تعاملك مع التوتر أفضل، وحلك للمشكلات أسرع، واختياراتك أذكى. خذ مثلا سارة، مهندسة برمجيات، كانت تشعر دوما بالغرق تحت ضغط العمل، لكن منذ أن بدأت عادة التفكير اليومي تغير كل شيء. في نهاية كل يوم صارت تسأل نفسها: ما الذي سار بشكل جيد؟ ما الذي يحتاج إلى تطوير؟ ما الذي تعلمته اليوم؟ خلال أسابيع قليلة انخفض الضغط، تحسن تنظيمها، وصارت ترى المشكلة فرصا لا أعباء. زادت إنتاجيتها وقل الإرهاق. هذا هو تأثير التفكير اليومي. نحن لا نهدف إلى الكمال، غايتنا هي التطور. كل يوم تمارس فيه هذه العادة كأنك تغرس بذورا جديدة في عقلك، ومع الوقت تثمر هذه البذور عادات أفضل وقرارات أنضج ونجاحات أكبر. والأجمل أنك لا تحتاج إلى ساعات، 10 أو 15 دقيقة يوميا تكفي، ولست بحاجة إلى مكان مثالي. انسى أمر الدفاتر الفاخرة والمكاتب المرتبة. فكر في أي وقت، أثناء السير، قبل النوم، أو خلال استراحة العمل. يمكنك التفكير أثناء غسل الصحون أو في أثناء الاستحمام. من قال إن التفكير يحتاج أدوات خاصة؟ التغيير لن يحدث في يوم وليلة، لكن مع الاستمرار ستلاحظ تحولا في رؤيتك للعالم. سيبدأ عقلك بالبحث عن التقدم ويشتاق للنجاح. وكأي عادة أخرى يحتاج الأمر إلى التزام، لكن صدقني، كل لحظة تفكير هي خطوة للأمام، ومع تراكم الخطوات يحدث التحول الكبير. تحديك اليوم: ابدأ، خذ 10 دقائق وفكر. اسأل نفسك هذه الأسئلة البسيطة وستفاجأ بما ستتعلمه. النجاح يبدأ من الداخل، من أول عادة تغير تفكيرك. وإن كنت ترغب في معرفة عادات أخرى قد تغير حياتك، فلا تنسى الاشتراك ومتابعتنا.